يا جماعة الحلوين، هذا الفيلم اللي مثل فيه جينزو كان أداؤه خرافي لدرجة ما تتصدق. بعد ما انتهى الفيلم اشترى رولز رويس سيلفر شادو موديل 1960 وهداها للنموذج اللي مثل شخصية فرانك في الفيلم جينزو. قال للإعلام إنه مو هدية، بل هو احترام من ممثل لدوره، إعجاب بحياة حقيقية. في السبعينيات، تحت أكثر شوارع نيويورك ازدحاما، كان في عالم مخيف أسوأ من الجحيم. الأسلحة والعنف منتشرين، والسلطة مركزة بيد أقوى العصابات. حي هارلم في نيويورك شهد ميلاد شخصية أسطورية. هذا الشخص حكم هارلم لأكثر من 40 سنة. بعض الناس يسمونه روبن هود هارلم، لكن في ناس يعتبرونه مجرم بلا رحمة. هو جونسون، شخصية مثيرة في السبعينات. كان يستخدم طرق مختلفة للربح الغير مشروع، وفي نفس الوقت يوزع الأكل على الناس في هارلم. حتى دجاجة واحدة كانت تكفي لكسب ولائهم. كل ما حصلت اللحظة هذه، كان فرانك يقف بهدوء على جنب، يقوم بمهام السائق ويتعلم سر كسب القلوب من جونسون. كونه من جيل الستينات، جونسون مو متعود على تحول المتاجر الصغيرة لمولات، ومحلات الحلوى تصير ماكدونالدز، ومتاجر التخفيضات. كان يشعر بفخر. رجل الأعمال الخاص ينزع منه المتاجر الكبرى، ما عندها حق، تقطع الوسطاء، مما يخليهم بدون دخل، ويطلبوا مباشرة من المصنع. استراتيجية الأسعار المنخفضة انتشرت بشدة، مما خلى أغلب الناس يفقدوا شغلهم. أرباح التجار انخفضت. جونسون كان يشعر بألم شديد في قلبه بسبب هذا. ما تقدر تكتشف جذور المشكلة وما في طريقة لحلها فجأة. لاحظ فرانك وجه جونسون مو كويس، فزع ودق على المساعدة واستدعى سيارة الإسعاف. لما شاف وجه جونسون المتألم، زاد قلقه. جونسون تعرض لنوبة قلبية مفاجئة وأخذته للجهة الثانية. وفاة أسطورة جلبت زعماء من كل مكان لحضور الجنازة. المسؤولين الحكوميين بما فيهم عمدة نيويورك كانوا حاضرين. فرانك كان هادي قاعد في زاوية يتابع الضيوف اللي يتناولون الطعام بسرعة، وبعضهم يشوفها فرصة للتواصل الاجتماعي. ما قدر يتحمل إنه جونسون توفى وهالناس يتصرفون بوقاحة. كان لازم يصمت ويقوم بتصحيح الأشياء اللي مو عاجبته، لأنه يعرف في عيونهم هو مجرد شخص صغير. أنا متأكد جونسون ما قال لك هالكلام، لكنه أرادني أضمن لك إنك راح تتعالج. فرانك تأثر بكلام تشاكلي. ما كان يتوقع جونسون يرتب له شخص يهتم فيه، لكنه ما كان قلق على مستقبله، لأنه برا عنده ديون كتيرة لازم يطالب بها. جونسون ريتشي من شرطة نيويورك، هو شرطي مليان روح عدالة حسب المعلومات الاستخبارية. هو وزملائه أكيد راح يقبضوا على تاجر مخدرات كسروا الباب ودخلوا. المحققون قبضوا على المجرم. هذا الشخص قرر يتعاون ومستعد يقدم دليل مهم لتبرئته. بناء على الدليل هذا، ريتشي تتبع الأثر إلى محاسب أحد تجار المخدرات في نيوجيرسي. هم تابعوا السيارة إلى موقف خاص في الشارع. المحاسب قفل سيارته وركب سيارة ثانية ورحل الوضع. هذا خلى ريتشي وجاك يشعروا بشوية حيرة، ما يعرفوا إذا يتبعوا الشخص أو يبقوا في مكانهم. لكن بعد ما أغلق الموقف، ما شافوا أحد يجي ياخذ السيارة. جاك أعتقد أنهم انخدعوا من المحاسب. بعد نقاش طويل، قرروا يكسروا قفل السيارة عشان يشوفوا إذا في أي دليل ممكن يفيدهم. ريتشي بشكل سري قطع القفل، وجاك ركض قدام السيارة وبدأ يكسر الباب. ريتشي استغل الفرصة وكسر صندوق السيارة وفتح بعض الحقائب اللي كانت مليانة فلوس. المبلغ الكبير خلى ريتشي مندهش. فورا اتصل بجاك. المبلغ الضخم خلاهم يشعروا بالارتباك. الاثنين قاعدين في السيارة يتابعوا ويتناقشوا. جاك كان يقول إنهم لازم يحتفظوا بالمبلغ الكبير هذا، لو سلموه أكيد زملائهم راح يحسوا إنهم مو من نفس النوع وراح يتهموا الآخرين بالأخذ من الفلوس السوداء. بس إذا احتفظوا فيه يقدروا يعيشوا كناس عاديين. بعد جدال حاد، ريتشي قرر يسلم الفلوس. المدير أرسل شخص خاص عشان يعد الفلوس. المجموع كان $9,000 أمريكي. وفعلا كما كان جاك خايف، لما ريتشي خلص إجراءات التسليم وخرج من مركز الشرطة، سمع صرخات من الآخرين يتهمونه بأنه يتظاهر بالعظمة. هذا العمل العظيم خلى جميع زملائه في الشرطة يغضبوا، وصار هدف للاعتداء من الجميع. زملائه كانوا بالتأكيد غاضبين وقالوا له يختفي الفلوس الكبيرة اللي كان المفروض يسرقها. صارت كأنها شيء ضائع راجع. فريق القسم الخاص في شرطة نيويورك بقيادة المفتش تيب ورجاله استعجلوا للغرفة الخاصة. تيب هو مثال للفساد في الفيلم، وهو يمثل رجال الشرطة الفاسدين في ذلك الوقت. بعد ما وقعوا في غرفة الأدلة، تيب أخرج كمية من المخدرات المخفية في الصندوق. هذه كانت الأدلة التي تم القبض عليها من تجار المخدرات. بعدين في مركز الشرطة بدأوا يوزعوا المهام وينفصلوا ويخلطوا مواد إضافية. هم قبضوا على جرنال المخدرات اللي يوفروا السلع في السوق، ويعيدوا تدوير السلع اللي حصلوا عليها ويبيعوها لموزعين تحت. استنادا على هذا احتكروا السوق المحلي وكسبوا الكثير من المال. موزع يدعى روز كان غاضب جدا وشكى لفرانك: هل العالم صار فوضوي؟ ليش جماعة تيب يقدروا يغشوا بهذا الشكل؟
هو طلب من فرانك يساعده في الحصول على كمية من السلع، لكن لازم تكون من النوع النظيف، لأنه لو باع سلع مزيفة راح يخسر السوق بسرعة. منذ وفاة جونسون منطقة هوم صارت في صراع قوى مختلفة تحاول الاستيلاء على هذه الكعكة الدسمة. كيف ممكن نعيش؟ يجب أن يكون هناك نظام في عالم الجريمة. كلام روز خلى فرانك يستفيق فجأة. في اليوم التالي ذهب إلى مقهى في منطقة هوم وطلب من 2 من أتباعه معلومات عن نيت. نيت هو بن عم فرانك، جند في حرب فيتنام. سمعتوا إنه نيت الآن عامل شغل ممتاز وعنده مشروع خاص في منطقة جنوب شرق آسيا، وفتح ملهى ليلي في بانكوك. بعد ما حصل على المعلومات عن نيت، فرانك أخذ الاثنين إلى مكان سري لتجارة المخدرات وعاملهم مجانا. أثناء الأكل قابل فرانك تان، شخص يتنافس على الأرض في منطقة هالم تان. كان متحمس جدا لما شاف أتباع جونسون القدامى. هذه كانت فرصة له ليظهر قوته. لذا تان طلب من فرانك إذا كان يريد التجارة في منطقة هالم لازم يدفع له 20% عمولة، وإذا ما عنده فلوس يدفع ممكن يشتغل معه كسائق أو في أعمال أخرى. فرانك ما زعل من استفزازات تان، أكل على مهل، ثم قال له إنه مو معقول، لازم يترك للطرف الآخر طريق للعيش عشان نفسه يكون له طريق للعيش. بعد ما قال كلماته ترك له الفلوس وابتسم وخرج من المطعم. فرانك ما فهم ليش الناس ما يتبعوا النظام. ذهب بمفرده إلى الشاطئ وتذكر كلمات جونسون اللي قالها له: القائد يشبه الراعي، دائما يختار أسرع خروف ليكون في المقدمة القطيع، يتبع القائد تلقائيا، والراعي يمشي بهدوء خلفهم، يستخدم العصا فقط عند الحاجة، لكن في أغلب الأوقات ما يحتاج لمسة ويظل يسيطر على القطيع. الراعي يمشي بهدوء خلفهم، يستخدم العصا فقط عند الحاجة، لكن في أغلب الأوقات ما يحتاج لمسة ويظل يسيطر على القطيع. فرانك بدأ يفكر ببطء وتذكر كره جونسون للعلامات التجارية الكبيرة، وقرر التخلص من الوسطاء ويستورد مباشرة من المصنع. فرانك كأنه صحى من غفوته ولقى طريق جديد للتجارة، مسار للربح مستحيل أن ينسخه أحد. رجع البيت، بدأ يتابع الحالة في جنوب شرق آسيا. اكتشف أنه في منطقة بانكوك ولاو سهل جدا الحصول على مخدرات عالية الجودة، وهذا هو القناة اللي كان يبحث عنها بعد ما فكر مليا. اتصل بالنيت في بانكوك، وبعدها استخدم المال لترتيب جواز سفره للذهاب إلى جنوب شرق آسيا، ثم طار مباشرة إلى بانكوك. فرانك وصل لوحده في شوارع بانكوك المزدحمة، ركب دراجة ثلاثية العجلات وذهب إلى ملهى نيت. الملهى كان مليان جنود أمريكيين ويبدو أن التجارة تسير بشكل جيد. فرانك لما قابل نيت مباشرة راح ليتصل بتجار المخدرات المحليين. الجشع اللي كان عند فرانك خلى تجار المخدرات المحليين يخافوا. ما في أحد هناك يقدر يوفر الكمية الكبيرة هذه. فوق هذا نيت قال له إنه حتى لو حاول يجمع الكمية اللي يريدها ما يقدر يضمن الجودة. فرانك هز راسه وأكد إنه لازم يحصل على سلع بجودة عالية، حتى لو اضطر يدخل الغابة لازم يحصل على السلع من المصدر. نيت اضطر يوافق إنه يروح مع فرانك إلى مثلث الذهب. المجموعة بدأت مغامرتها في الغابة متتبعين النهر المتعرج، ثم استأجروا مرشدين عسكريين ودخلوا منطقة مثلث الذهب الأسطوري. كل مكان كان مليان حقول من الأفيون الأبيض. هذه كانت موسم الحصاد. يا جماعة الحلوين، فرانك بدأ يتابع الوضع في جنوب شرق آسيا. اكتشف إن في مناطق بانكوك ولاوس سهل جدا الحصول على مخدرات نقية، وهذا بالضبط اللي كان يدور عليه. بعد تفكير عميق فرانك اتصل بنيت في بانكوك، وبعدين استخدم فلوسه عشان يجهز جواز سفر للسفر لجنوب شرق آسيا وطير مباشرة لبانكوك. فرانك راح لوحده في شوارع بانكوك المزدحمة، ركب توك توك وراح على نيت في النادي الليلي. النادي كان مليان جنود أمريكان ويبدو إن العمل ماشي تمام. فرانك قابل نيت ونيت راح على طول لتجار المخدرات المحليين. جشع فرانك خلى تجار المخدرات يخافوا. ما في أحد يقدر يوفر كمية كبيرة كده كمان. نيت قالوا حتى لو جمع الكمية اللي عايزها مش هيقدر يضمن نقاوتها. فرانك هز راسه وقال لازم يكون المنتج عالي الجودة، حتى لو اضطر يدخل الغابة لازم يجيب المخدرات من المصدر الأصلي. نيت ما كان قدامه حل إلا يوافق يروح معاه لمنطقة المثلث الذهبي. الفرقة بدأت مغامرة في الغابة، ماشيين جنب النهر المتعرج داخل الغابات الكثيفة. استأجروا مرشد وجنود ودخلوا منطقة المثلث الذهبي الأسطورية. كل مكان مليان حقول خشخاش بيضاء، دي فترة الحصاد. نيت شرح لفرانك الوضع. المنطقة دي تحت سيطرة بقايا جيش كان تابع لزعيم محلي اسمه تشيانغ جاي شاك. هم انتصروا على قوات محلية واستولوا على المكان. فرانك طلع فلوس كاش وملأ قدام الجنرال. بعد ما تأكد من هوية فرانك، الجنرال بدأ يتساءل ازاي يقدر يدخل كمية كبيرة كده لأمريكا. فرانك طمأنه
وما يحتاجش يقلق وكل الحاجة دي خاصة بيه. الجنرال قال له أنت مجنون، لو الصفقة نجحت في المرة الأولى حتى لو رجعت وما قتلكش الأمريكان هتموت بأيديين الوسطاء التانيين. فرانك ما ردش، بس أكد إنه في الصفقات الجاية هيزود الكمية. كمان قال إنه مش هيجي بنفسه للصفقات الجاية. الجنرال أبدأ إعجابه بشجاعة فرانك ووافق يتعاون معاه لفترة طويلة. بعد ما ضبط مصدر المخدرات فرانك كان مبسوط جدا. شاف العمال شغالين بسرعة لينتجوا المنتج وحس إن المغامرة دي في الغابة كانت قرار صح. استيراد المخدرات مباشرة من المثلث الذهبي ضمن الجودة وقلل التكاليف. بعدين هو شخصيا رافق القافلة خارج مثلث الذهب بمساعدة نيت. شحنوا البضاعة لمطار عسكري خاص بأمريكا. نيت كان مرتب كل شيء مع الطيار روبنسون لتوصيل الشحنة. شحنة واحدة كانت تكلف $50,000، لكن فرانك أعطى نيت $10,000 ليعطيها للطيار والمستلم في الجهة الثانية. نيت ما فهم ليش فرانك دفع زيادة. فرانك قال له إنه هالمرة رهان كبير كل ثروته، إذا الشحنة ما وصلت بأمان كل الناس راح تموت وما في مكان للدفن وقتها. لا تلوموني، نيت كان فاهم، فكان لازم يرتب كل شيء بشكل صحيح. الطيارة لما تقلع راح يخبره إنه يستعد لاستلام الشحنة. الطيارة العسكرية نزلت في الموعد المحدد في مطار نيويورك. فرانك كان منتظر برا المطار سيارة جيب عسكرية طلعت من المطار. فرانك نزل بسرعة وفتح الصندوق. بعدين الجنود حطوا البضاعة في السيارة. فرانك أعطى مكافأة إضافية للجندي اللي سلم البضاعة وهو يشوف 100 كيلو من البضاعة قدامه. فرانك أول شيء دور على شخص يفحص النقاء. الشخص هذا خبره إنه البضاعة في السوق عادة تكون نقاوتها بين 20 إلى 30%، لكن بضاعته وصلت ل 100%. فرانك اطمأن وأعطى باقي عينة الفحص للخبير. فرانك بدأ ينشر البضاعة في السوق باستخدام طريقة التعبئة في كميات صغيرة وتوزيعها على أسواق سوداء مختلفة. كل شيء كان معبأ في أكياس صغيرة سماها بلو ماجيك. دخل السوق بهدوء. فرانك تظاهر بذكاء وراقب ردود فعل السوق على بلو ماجيك. الجودة العالية والسعر المنخفض جعلت بلو ماجيك ينال ترحيب كبير. مشهد البيع النشط خلى فرانك يحس بنشوة الانتصار. التشغيل بجودة عالية وتكلفة منخفضة ساعد بلو ماجيك إنه يدخل السوق بسرعة ويصير منتج مشهور. الشحنة الأولى اللي جابها كانت مربحة جدا لفرانك، لكن لما شاف النتائج المدمرة بسبب انتشار البضاعة الحكومة الفيدرالية بدأت تدرك المخاطر وقررت تأسيس إدارة الأدوية والمخدرات على مستوى البلاد. مدير إدارة الأدوية والمخدرات في نيوجيرسي تواصل مع المحقق ريتشي. بعد ما سلم المبلغ الضخم اللي سرقه، ريتشي صار معزول من زملائه. حياته المهنية صارت صعبة وزوجته طلقت منه. المدير كان مهتم جدا بأعماله واعتبره شرطي نزيه، فأقنع ريتشي ينضم لفريق مكافحة المخدرات في نيوجيرسي ويكون قائد الفريق عشان يتجنب تسريب المعلومات. المدير أعطى ريتشي حرية اختيار أفراد الفريق. ريتش كان سعيد جدا بالوظيفة وبدأ يختار مكان العمل له واستأجر بيت ممتاز ليكون مكتب للفريق في هالوقت. كان فرانك متحمس ويخطط. يا جماعة الحلوين، فرانك قرر يخطط لخطوات أكبر. اتصل بأهله عشان يجمعهم في نيويورك قافلة السيارات السوداء دخلت المنطقة الراقية ببطء. مما صدم الجيران فرانك جهز كل شيء ليستقبل أخوه ويجيب أمه العجوز وأقربائه. فرانك بفخر أشار للفيلا وقال: ماما، هاي بيتك. هذا الكلام خلى الأم تبكي من الفرحة. هذه كانت خطوة فرانك التالية، يستغل علاقته العائلية عشان يسيطر على السوق. شاف الكل مبسوط ويضحك وفرانك كان سعيد جدا. وفرانك كان سعيد جدا. استمتع بالشعور اللي جابته له الفلوس وحس بمكانته في العائلة. بعدين أخذهم يتجولوا في شوارع نيويورك يحكي لهم عن عالم الجريمة وتجارب أسطورية مع جونسون. حسب كلام رئيسه القديم تعلم الكثير الآن. فرانك عنده منتج خاص فيه، كمان عنده شركته الخاصة ومنتجه بلا منافسين. كان فخور جدا وهو يوري إخوانه ما يسمى بشركته. لما شافوا النساء العاريات يعبوا السلع الساخنة حسوا إنه شغل فرانك مهم جدا. بعدين فرانك علمهم عن طبيعة العمل. الحقيقة هي الأمانة والنزاهة، ولا تنسوا أصولكم. وهو يتكلم شاف تان الشخص اللي كان يسخر منه واقف بجرأة على الشارع. قام على طول وخرج فرانك، مسك زجاجة ووقف قدام تان وقال له: من اليوم لازم تدفع لي 20% كضرائب. تان استغرب وضحك، لكن لما شاف فرانك يسحب السلاح ويشير عليه قال: هل تجرؤ تقتلني قدام كل هالناس؟ فرانك طلق رصاصة وقتل تان. هالشي خلى إخوانه في حالة من الرعب. أخوه الحين يجرؤ يقتل في الشارع. هذه كانت خطة فرانك، من جهة لتصحيح الإهانة السابقة ومن جهة ثانية ليظهر سلطته أمام العائلة. لو ما سمعوا كلامه ممكن يختفوا. في لحظة الكل جلسوا مستقيمين وساكتين. فرانك قاعد يكمل يشرح لهم كيف يديروا الأعمال بشكل جيد.
ريتشي جمع عدد كافي من الناس عشان يبدأوا الشغل. ريتشي قال لهم إن عليهم يعرفوا مصدر السلع الساخنة يعني المورد، وكمان الموزع هدفهم هو الأسماك الكبيرة مو العصابات في الشارع. فريق العمل بدأ الشغل، تنكروا كمدمنين واشتروا السلع الموجودة في السوق بما في ذلك بلو ماجيك لو اللي كانت الأكثر مبيعا عشان يحللوا ويختبروا هالمنتجين. اكتشفوا إنه بلو ماجيك أنظف أنواع وكمان أرخص من المنتجات المزيفة. واحد من الفريق أبلغ إنه بلو ماجيك موجود في كل مكان في كل ركن. ريتش كان شوي مش مصدق كيف حد ينزل منتج جيد بالسعر هذا خلى الكل يسكت. وفرانك اليوم تغير تماما، دخل عالم الأثرياء في نيويورك عشان يخفي هويته ويغسل فلوسه. فتح عدة متاجر قانونية من ضمنها ملهى سموث اللي أعلى مبيعات يوميا. النجوم والمشاهير يتواجدوا في هالملهى. تاجر المخدرات الشهير نيكي بارنز كمان له علاقة قوية مع أخوه هنري فرانك، كان يراقب كل شيء. الملاكم الشهير جو لويس المعروف باسم برون بيمبر كان زبون دائم في الملهى. فرانك لاحظ بنت جنب الملاكم وسأل تشاكلي، وطلعت هي ملكة جمال بورتوريكو. فرانك انبهر بجمالها مثل كثير من الرجال الناجحين، كان يتوق لجمالها. شاف هنري ونيكي اللي كانوا يتواصلوا كثير وكان مزاجه شوي متعكر. نادى أخوه لغرفة داخلية وأشار لصورة هنري في المرآة وقال له شوف وش لابس. هنري كان مستغرب، واضح لابس بدلة غالية، لكن فرانك قال انت لابس زي المهرج، ناقص بس 3 كلمات، أمسكوني على ملابسك. ملابسه كانت بارزة جدا، لكن هنري ما سمع الكلام. لو ما كنت أخوي كنت ما ترددت أطلق عليك رصاصة الآن. فرانك حذر هنري عشان يغير ملابسه الغريبة. فرانك أخيرا حصل على فرصة ليتعرف على البنت الجميلة إيفا. لما عرفت إنه هو صاحب سموث انطباعها عنه كان جيد. الاثنين تلاقوا وتفاهموا بسرعة وكانت المحادثة ممتعة. بعد بضعة أسابيع من الجهود فريق ريتشي لقى بعض الأدلة كلها كانت تخص تجار المخدرات من عصابات المافيا الإيطالية المحلية. ريتشي اعتقد إن هذول مو هدفهم، لذا رجعوا للشوارع يدوروا على أدلة وأهداف جديدة. عشان كذا ريتشي أخذ أعضاء الفريق وتخفيوا في الشوارع، تابعوا تعاملات سرية عشان يأملوا يكتشفوا سمكة كبيرة. وبالفعل بعد انتظار طويل ريتشي اكتشف سيارة مشبوهة. واحد كان مستعجل يعطي السائق حقيبة ريتشي، أشار لزملائه عشان يتبعوا السيارة المشبوهة. فريق العمل تبع السيارة للأمام وخرجوا من الشوارع ومروا من أحياء قديمة مظلمة وأنفاق طويلة. السيارة توقفت قدام مغسلة سيارات واتباع ريتشي صوره يبدو إنها كانت دليل على صفقة. اليوم التالي رجعوا للمغسلة ووصلوا أسلاك الهاتف للعدو وسجلوا المكالمات. اكتشفوا في شخص اتصل يطلب الطلبات، كلها كانت تطلب إطارات بأنواع مختلفة. ومع الوقت ما فهموا شيء. ريتش رجع للمركز يطلب ميزانية دعم. المدير حذره إنه يكون حذر، هالمبلغ أكبر من راتبه لسنة كاملة ولازم ما يضيع. ريتشي تنكر كمشتري وراح المغسلة وعقد صفقة وحدد إنه لازم يشتري بلو ماجيك. الطرف الآخر وعد إنه ما في مشكلة وقال له خلي الفلوس وتعال بكرة خذ البضاعة. ريتشي سلم الفلوس وخرج من المغسلة ورجع السيارة اللي كانت تتبع. وفعلا بعد شوي صاحب المغسلة سواها وطلع ريتش على طول تبعه. وما كان جريء على التساهل لما شاف السيارة اللي يتبعها تدخل وسط المدينة. زملائه كانوا قلقين، هالمكان كان خارج نطاق إدارتهم لأنهم بس شرطة مقاطعة. لكن ريتشي ما كان يهتم، بس كان يبي يتبع الفلوس، ما لازم تضيع. استمروا في المتابعة. السيارة توقفت على جنب الطريق. ريتشي فتح باب السيارة ونزل. اكتشف إن صاحب مغسلة السيارات كان يشتري أشياء من الصيدلية، فتابعه عن قرب. بعد شوية الرجل خلص من الشراء ورجع للسيارة وكان ريتشي هناك. ريتشي كان يجري بسرعة ورا بعض سيارة زملائه مو عارفين وين وقفوا. شاف السيارة اللي يتبعها تدخل في الزحمة، فريشي وقف تاكسي بسرعة. والله خرافي، السائق في نيويورك كان قوي. ريشي ضرب السائق واغتنم السيارة. بعدين تابع ريشي وفي النهاية عند إشارة المرور اكتشف الهدف وارتاح شوية عشان يكمل المتابعة. الفلوس هذه هي اللي حصل عليها رئيسه بعد ما خاطر بحياته، ما ينفع يتهاون. وآخر شيء السيارة بدأت توقف على الرصيف. ريشي كمان وقف التاكسي، عيونه ما تفارق. صاحب مغسل السيارات اللي دخل المطعم ريشي حذر وطلع راسه يتفرج. وراهم المفتش تيب مع مجموعة من الناس المتعجرفة مروا جنب ريشي ودخلوا المطعم. ريشي شاف الشرطة الفاسدة تقتحم تجار المخدرات وهما يتبادلون البضاعة وسرقوا كل الفلوس. ريشي قال في نفسه مش معقول، المفتش تيب ورفاقه فرحانين وخرجوا من المطعم. ريشي اضطر يخرج بطاقة الشرطة، يجري وراهم ويصيح ويقول أظهروا بطاقتي ويبلغهم.
إنه الفلوس هذه اللي هو الفلوس هذه كانت أرقامها متسلسلة وكمان محجوزة من المحكمة، ما ينفع تتداول. ريشي كان يقرأ أرقام السلسلة على الأوراق النقدية الشرطة الفاسدة. فتحت الحقيبة وتأكدوا من الكلام. كانوا غاضبين وبدوا يشتموا ويرجعوا الفلوس لريشي. المفتش تيب حذرهم، المرة الجاية لو ظهروا في وسط المدينة بدون إنذار، حتى لو جايين يشوفوا أوبرا، ما راح يرحم ريشي في منطقتهم. فريشي كان لازم ينحني يرجع لمكتب فريق العمل وحكى للرئيس عن اللي صار اليوم. الرئيس قال له بصراحة روح وين ما تبغى، بس لازم تكتشف مين اللي جاب المخدرات، وإذا صار أي شيء أنا أتحمل المسؤولية. العلاقة بين فرانك وإيفا صارت أعمق اليوم. كان ناوي ياخذها البيت عشان تقابل أمه. أم فرانك لما شافت صديقة ابنها انبهرت إيفا كأنها ملاك نازل من السماء مع النجاح اللي حققه. بلو ماجيك فرانك اتصل بنات في بانكوك. نات جاب الشحنة لمطار فيتنام عشان يواصل شراء الطيارين لتهريب المخدرات لأمريكا. فرانك نظم عائلته لاستلام الشحنة في الوقت المناسب، بعدين أعاد تعبئتها ووزعها على الموزعين في مناطق مختلفة. الموزعين اللي أرسلهم فرانك كانوا من عائلته، وكلهم يتنكروا كأنهم محلات عادية كانوا يستخدموا التجارة الطبيعية لتغطية تجارة المخدرات. بعد التخطيط الدقيق بلو ماجيك صار فعلا كالسحر. جاب لفرانك مبلغ ضخم. يا شباب، مع الثروة الضخمة مسيرة فرانك وصلت للقمة، ومع الفلوس اللي جابها فرانك ما وقفش عن التواصل مع نخب نيويورك، عايز يحط طبقات حماية حوالين نفسه. الجنود التابعين له بدأوا يتكبروا. جيمي سواق أخوه هنري سكران وبردها، أطلق نار وجرح زبون في شجار. ده خلى فرانك يغضب جدا ويضرب جيمي. سواق يجرؤ يكون متكبر كده؟ ده خالف قواعد فرانك. فرانك ضرب جيمي بغطاء البيانو بقوة، لازم يديه درس. وكمان طلب من هنري يطرد جيمي، بس هنري قال ده قرايبهم ما ينفعش يطردوا، يعني يرجعوا بلادهم ويكركبوا. فرانك صرخ عليه وقال لجيمي يختفي، مع ان هنري ما سمعش كلام اخوه وخلى جيمي يكمل سواق. بس ده كان بذر المشاكل اللي جات بعدين وخربت العيلة كلها. إيفا اشترت لفرانك جاكيت جديد. يا شباب، جاكيت سعره 50,000 دولار. فرانك ما قدر يرفض لطف حبيبته ولبس الجاكيت الجديد عشان يشوف مباراة الملاكمة لمحمد علي. المباراة كانت مليانة ناس مشهورين، وفرانك لابس جاكيت غالي مرة، وكمان كان لابس قبعة متناسقة. بارز بين الجمهور ريتشي لبس زي مراسل وحس على طول بوجود فرانك. لما شاف محمد علي يرحب فيه حس إنه هالشخص مو عادي. حتى المفتش تيب لاحظ الرجل الغامض اللي لابس المعطف الجلدي ومكانه أفضل من منطقة في آي بي. فراك نفسه ما كان يتوقع إنه يكون محور اهتمام الشرطة. ريتشي غسل صورة لفراك، كان مهتم جدا بالرجل الغامض اللي ظهر فجأة. زملائه قالوا إنه مجرد واحد عادي، لو كان غير كذا كانت الشرطة لقت سجلاته. الرجل الغامض اللي ظهر فجأة زملائه قالوا إنه مجرد واحد عادي، لو كان غير كذا كانت الشرطة لقت سجلاته. لكن ريتشي قال لهم إن مكان هذا الشخص جدا ممتاز، وعلاوة على ذلك حتى الملاكمين صاروا يصافحونه، هالشخص مو عادي. أمر ريتشي رجاله يبدأوا التحقيق. فراك وإيفا أخيرا دخلوا قاعة الزفاف. المشهد كان فخم وجذب عدد كبير من الناس. الكل كان يبارك للعروسين، لكن سيارة الزفاف انحبست فجأة بسبب سيارة الشرطة. الناس كلها جايين يشوفوا، والجميع يبارك للعروسين الجدد. فجأة عربية العرس توقفت من قبل الشرطة، ونزل من العربية المفتش تيب ضرب على الشباك وقال: تعرف إنه واحد لابس جاكيت ب50,000 دولار يتمشى في الشارع وما عزمني حتى على قهوة؟ المفتش دخل في الموضوع وطالب بالفلوس، لكن فرانك كان صلب وقال له يروح يطالب مديره. المفتش طلع بطاقته وقال: 10,000 دولار أول كل شهر، جيبها هنا. فرانك تجاهله ودخل العربية. المفتش رمى له بطاقة وسمعه: لا تجيبي لنفسك مشاكل، احنا فريق نيويورك الخاص. وصل البيت وفرانك معصب راح يدور على الجاكيت المزعج قدام إيفا، حطه في المدفأة وحرقه. وإيفا حزينة، ما كانت تتوقع إن الجاكيت يجلب له المشاكل. ريشي في النهاية اكتشف ماضي فرانك، عرف إنه كان سايق حراسة لجونسون، عنده عيلة كبيرة، واحد ساكن في بروكلين، وعنده مغسلة ميلفن، فتح محل أثاث في كوينز، وكمان يبيع أبواب ضد الحريق. تيرنس عنده محل أدوات حديد في نوروالك تورنر، فتح محل إطارات في برونكس هنري، عنده ورشة تصليح سيارات في بيرغن. كل هاي المحلات هي نقاط توزيع المخدرات، وكمان مصدر دخل رسمي لفرانك. المراقبة بينت إن فرانك شخص كتوم جدا، عادة يمشي لوحده، بالليل يكون بالبيت، لو يطلع يروح كام نادي يعرفهم عشان يلتقي بأشخاص من المجتمع الراقي ما له علاقة بمجرمين. الناس اللي حواليه مشهورين، وما حد يتعامل مع العصابات بعد تحقيق دقيق. فرانك شخص كتوم لكنه محبوب في هارلم ريشي، يشك إنه أخذ مكان جونسون، أسلوبه هو نسخة منه. فرانك يستخدم تنظيم غريب يحميه، ومتأكد إنه وراه حد أقوى.
المدير قال هاي مجرد تخمينات، ما في أدلة واضحة عشان يتهموا فرانك. المفتش تيب فتح الباب ولاحظ ديك رومي كبير قدامه، كان يفكر مين أرسله له، وفجأة السيارة قدامه انفجرت. المفتش عارف إنها هدية عيد الشكر من فرانك. السيارة الحبيبة تحولت رماد بالنار، وعائلة فرانك قاعدين يتعشون على مائدة عيد الشكر. مع توسع السوق السريع ظهرت مشاكل، وفريق ريشي يراقب ويكتشف كل شيء. نيكي بان واحد من الموزعين كان يخلط بلو ماجيك مع مواد ثانية ويقسمها أرباع. فرانك ما كان يسمح بهالشيء يصير، هذا يخرب سمعة بلو ماجيك بدون سمعة. ما في سوق نيكي بان، كان زعيم مخدرات معروف وما سمع كلام فرانك يخلط كيف ما بده. اتخانقوا بقوة. بعد ما طلع من نادي نيكي بان، هنري شاف سيارة شرطة تلاحقه، وقف خايف وقال لأخوه إنه معهم بضاعة، والمصيبة إنه اللي وقفهم هو المفتش تيب. المفتش زعلان من انفجار السيارة فتح الصندوق الخلفي ولقي شنطة بضاعة فرانك. قال له لا تعملوا مشاكل، خلي الشنطة وكل شيء بيتحل. المفتش قال أرميكم بالنهر أو ننفجر بيتكم المرة الجاية. فرانك مخوفه، والمفتش اكتفى بتحذير وأخذ البضاعة. المشهد هذا ريشي وثق فرانك شاف ناس ثانية تراقبه. ركب السيارة، غضب انفجر، مسك هنري وضربه ضرب موت. مع تغير الموقف في الحرب، أمريكا بدأت تنسحب. فرانك حس بالتغيير وقرر يروح مثلث الذهب مرة ثانية. عملاء يراقبوا. جيمي شافوا صوته عالي. نص الليل جيمي ضرب حبيبته وأصابها الشرطة. وصلت بسرعة واعتقلت جيمي. ريشي حس إن الفرصة جات. هدد جيمي إنه ممكن ياخذ 15 سنة بسبب القتل العمد، بس لو تعاون معاه راح يدخل قائمة الشهود ويتخفف الحكم أو يتحول دفاع شرعي. جيمي خاف ووافق وحط جهاز تسجيل. فرانك رجع مثلث الذهب يشتري كمية كبيرة. الجنرال كان فضولي بدون طيارات أمريكا. كيف فرانك راح ينقل البضاعة؟ فرانك رتب النقل واتصل بهنري. المكالمة كلها جيمي سجلها وبعتها لفريق المفتش. ريشي رتب عملية حجز الكل مرة واحدة. لما الطيارة العسكرية الفيتنامية وصلت نيويورك، ريشي وصل المطار معه أمر تفتيش من ولاية نيوجيرسي، وأمر رجاله يفحصوا الطيارة. وكمان فريق النخبة بدأ يفتش بيت فرانك. الطيارة كانت مفككة بالكامل، والمفتش ريشي يدور بكل مكان في البيت، يفكر يلاقي كاش مخبى عند فرانك عشان يصيد صفقة كبيرة. المطار ما لقى شيء غريب. الطيارة كانت ناقلة جثث الجنود. ريشي قرر يفحص التوابيت. المفتش ريشي قتل كلب حراسة ضخم قلب بيت الكلاب، ولقى غرفة سرية تحت ولقوا حقائب مليانة كاش. هالحركة أدى إلى تقديم الجيش شكوى ضد ريتشي بسبب تفتيش التوابيت. القادة أصدروا أمرا بتوبيخه على هذا التصرف الغبي، محذرين من عدم إهانة جثث الجنود الذين سقطوا. اضطروا للتمسك بسيارة النقل التي تحمل الجثث. بعد انتظار طويل اكتشفوا سيارة حاويات غريبة تدخل المطار. اتضح أن فرانك أخفى البضائع داخل جدران التوابيت لاستعادة البضائع الساخنة التي كان يخفيها سيارة الحاويات. غادرت المطار ولم يتوقعوا أن فريق ريتشي كان يتابعهم. عندما رأى السيارة تعود إلى المدينة، اتصل ريتشي على الفور بالمدير مطالبا بإرسال دعم. لقد وجدوا البضائع الساخنة لفرانك في هذه الأثناء. كان فرانك مع والدته في الكنيسة، لم يكن يدرك أن الكارثة تقترب. حصل ريتشي على إذن للتفتيش، وأخذ معه الشرطة المدعومة للاستعداد لمداهمة مخبأ البضائع الساخنة، وشن هجوما على ورشة تعبئة البضائع الساخنة. أصبحت الساحة فوضوية، وهرب هنري مذعورا عبر النفق السري، لكنه وقع في يد ريتشي. هذا هو الشاهد المثالي لإدانة فرانك. خرج فرانك ببطء من الكنيسة واكتشف أن الأمور ليست على ما يرام. الشارع هادئ بشكل مخيف، وقد أغلق الشرطة الشارع بالكامل. ريتشي كان يترقب أمام السيارة. مع اعتقال فرانك بدأت الشرطة عملها. شبكة تهريب البضائع الساخنة لعائلة فرانك تم القبض عليها. تم اعتقال فرانك وسجنه، وطلب التفاوض مع ريتشي راغبا في أن يصبح شاهدا بلا عيوب. كان يأمل أن يتمكن ريتشي من القبض على الشرطة الفاسدة بناء على إفادة فرانك. بدأت الشرطة حملة قوية واعتقلت عددا كبيرا من الضباط المعنيين. الصحفيون أبلغوا أن هذه هي أكبر فضيحة فساد للشرطة في مدينة نيويورك. رئيس المفتشين ريتشي علم أنه لن ينجو من الجريمة، فقام بالانتحار بالرصاص في منزله. قضية بلو ماجيك أعلنت عن حل القضية. ريتشي استقال وأصبح محاميا بعد جهوده المتواصلة. تم تخفيض حكم فرانك إلى 15 عاما، وتم إطلاق سراحه في عام 2000. عندما خرج فرانك من السجن، رأى ريتشي في انتظاره. كلاهما التقيا مبتسمين لبعضهما، ثم انطلقا معا في شوارع نيويورك لتناول قهوة لاتيه. شعر فرانك ببداية عصر جديد. قيمة الفيلم تكمن في سمعته، بينما قيمة مراجعة الفيلم تكمن في الإحساس. تنتهي قصة اليوم هنا. شكرا لكم على مشاهدة الفيلم. ماذا تعتقدون عن هذا الفيلم؟ كيف رأيتم الفيلم؟